السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم. ازيكم يا أغلى وأعز المتابعين ومشاهدين؟ معاكم منى عرايق. إن شاء الله هقدم لكم توقعات الأبراج لشهر 8 أغسطس آب 2023، ونبتدي ببرج الحمل. وتوقعاتنا عامة مش خاصة، ممكن حصولها وممكن لا، وللبعض وليس الكل طبعا أكيد. ورجل الحمل أو أنثى الحمل، ولا يعلم الغيب إلا الله يا جماعة. انا اسفه، اعذروني، انا متاخره، انا عارفه ان انا يعني طولت عليكم الغيبه، معلش، يعني عشان بختبر محبتكم ومحبتي عندكم. انا كنت في الاقصر والجو هناك يعني حاجه صعبه بصراحه. خدت شهر هناك ولسه راجعه، ما كملتش كام يوم، بتاع اسبوع اهو. والكهرباء طبعا تقطع والنت مش مظبوط والدنيا ما كانتش قد كده يعني، فانا اسفه ليكم جميعا. برج الحمل يا جماعة، صلوا على حضرة النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله. بسم الله توكلت على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله يا بسم الله بسم الله بسم الله. برج الحمل، مبدئيا برج الحمل صلى على حضرة النبي. شايفه برج الحمل في امر ما الدنيا معاك مش مظبوطه. البعض طبعا مولود برج الحمل رجل او انثى الحمل، شايفه الدنيا معاكم يعني للاسف يعني العتبه عندكم متشقلبه شويه، فيها شويه قلق، شويه زعل، شويه مشاكل، شويه خبطات، شويه البعض منكم حاسس انه متكتف، حاسس ان هو مش شايف طريقه، حاسس ان هو كانه مش عارف ياخد قرار، حاسس ان كان اتعرض للبعض منكم، اتعرض لغدر او اتعرض لبعض الطعنات، او ان هو مش عارف من كتر الغدر والطعن فمش قادر ياخد قرار. البعض بيشتكي من الام جايز يكون في العينين، من الام في الراس، من الام اسفل الظهر، او عنده مشاكل في الاعصاب او حاجه من ورا بعض مشاكل او شويه امور وحاجات يعني ممكن تكون اضطرابات او حاجه. شايفه ان في وضع ليك يا مولود الحمل، وضع معلق انت منتظر فيه قرار، يعني في وضع بالنسبه لك معلق منتظر فيه قرار اسفه. بس انا شايفه ان في النهايه في عندك فعلا في اخبار حلوه، في بدايه لاشياء جميله، في ان شاء الله في عندك خطوات جديده، في عندك خبر جديد، في عندك اخبار جايه لك، ممكن تكون جايه لك مثلا اخبار جايه بتليفون، اخبار انت منتظرها، خبر يخص ماده، يخص مال، يخص شيء، ترقيه في عمل، يخص حاجه انت منتظر يا مولود برج الحمل. في خبر كويس جاي، والخبر ده وفره، عندك وفره المرحله القادمه ان شاء الله، بعد شويه امور جايز تكون شويه امور معلقه، شويه امور اخبار جايز تكون تخص بيتك، تخص اسرتك، او تخص بعض المشاكل، الاخبار المعلقه. البعض احتمال يكون كان عنده قضيه مثلا في محكمه، البعض كان مستني خبر مثلا نجاح، البعض مستني خبر لسفر، خبر لحمل، في خبر كان بالنسبه لك معلق، والخبر ده يا مولود برج الحمل كان بالنسبه لك مسبب لك شويه ازعاج وشويه قلق وشويه ضبابيه، وما انتش عارف تاخد قرار، او مش عارف تشوف الدنيا كويس، او حاسس ان انت كأن البعض منكم، في البعض جايز يكون يتعرض لاسقاط او تعرض ل الايجاد اكتر من مره، يعني بسبب الايجاد او كده احتمال يكون مش عارف يعني يشوف المرحله القادمه شكلها ازاي. فالبعض شايفه ان في عندك وفره المرحله القادمه، لو كان الامر معلق بسبب حمل، او معلق بسبب خطوه مثلا سفر، او بسبب شيء انت في خطوه جديده او قرار مستنيه، فشايفه ان عندك فرحه ان شاء الله، فرحه ببدايه حلوه يا مولود برج الحمل ان شاء الله، بوفره، بخبر كويس، جايز يكون مادة انت مستنيها، اخبار حلوة، احتمال يكون خبر محكمة، في عندك فوز ان شاء الله في عندك خبر حلو. شايفة البعض منكم مولود برج الحمل كان عنده، ممكن يكون احتمال عنده ترك، او سايب بيته، سايب مشروع، سايب حاجه، في عنده خساره. البعض من الحمل يا اما تارك بيته، تارك مكانه، او البعض منكم هيتعرض لخساره ماديه، احتمال يكون له خساره مثلا في شركه، سايب شركه، زعلان، سايب شغله، سايب مكان تاني، سايب مكان اقامه، الله اعلى واعلم. بس شايفه ان مولود برج الحمل انت طالع من علاقه البعض كان في برضه، انا قلت في مشاكل، ومشاكل لسه ما زلت انت بتتلفت وراك ومتعلق لسه
لسه بشيء في الماضي، في حاجه انت رغم ان انت تارك ورغم ان انت طالع واخد اشيائك. البعض طبعا جايز يكون في فسخ لخطبه، جايز يكون في اخبار لطلاق لا قدر الله، ما اعرفش، بس لسه مازال بيتلفت وراه او خايف من شيء، لسه مازال في شيء خايف منه. والبعض طبعا انا شايفه ان هو يعني لا من كل حاجه، لا من كل اشيائه، لا من كل متعلقاته، لكن لسه مازال متلفت وراه. انا شايفه البعض فعلا هنا في 2 وهنا في 3 وراه. شايفه البعض منكم يا اما في وراه اطفال ومتعلق بيهم ومستني خبر عنهم وقلقان رغم رحيله وبتاع، قلقان ومستني خبر بخصوص حاجه تخص اطفاله او حاجه. والبعض فعلا قرر الرحيل خلاص، يعني بيفتش على حقيقه، بيفتش على شيء في سر بيدور عليه. مولود برج الحمل البعض طبعا اتعرض، انا قلت في طعن او في غدر اتعرض له، في شيطان اتدخل في حياتك يعني يعمل فراق بينك وبين شريك حياتك او بينك وبين الحبيب يا مولود برج الحمل. بس شايفه لسه ما زال الميثاق قوي، لسه ما زال في ترابط، ما قدرش، في ناس حاولت تتدخل او في حد للاسف مش كويس أو لابس ماسك البراءه او ماسك يعني الطهر بقى والكده. بس انا شايفه ان هو للاسف شيطان في صورة انسان او حاجة حاول يفرق بينك وبين شريك حياتك او بينك وبين حبيبك او بينك وبين اي حد بيحبه. ممكن يكون بينك وبين صديق، بينك وبين اخوات مع بعض، حاجة الشيطان اتدخل بينهم. لكن ما زال في ميثاق قوي، لكن ما زال في لسه ما زال يعني في حبل بيربطكم ببعض، لسه ما زال في اشياء بتربطكم ببعضكم يا مولود برج الحمل. مستني قرار، انت في حد منكم مستني قرار، على اساس القرار هتاخد خطوة. البعض شايفة ان في مواجهة من مولود برج الحمل، شايفة ان عندك مواجهات او عندك، انا شايفة ان انت مستني على اساس خبر انت مستنيه، او على اساس تليفون او اساس مسج او اي حاجة هتاخد عليه قرار، والقرار عندك من غير رجعة يا مولود برج الحمل. واضح ان انت في قرار، والقرار مش هترجع لورا، خلاص انت ناوي تقدم قدام، ناوي ان انت شايفاك اما بتدافع عن نفسك واما ان انت واخد قرار خلاص بالمضي قدما، مش هتتلفت تاني وراك. لان انا شايفه ان انت في عندك رحيل، والرحيل انت واخد فيه قرار. للبعض الرحيل بقى على حسب، رحيل من بلد لبلد، رحيل منطقة لمنطقة، سايب سكنك وبتنقل سكن تاني، او حصل لك خسارة في مكان فتقررت الرحيل منه، الله اعلى واعلم. بس البعض برضو شايفة مولود برج الحمل في عندك فرحة، بما ان في عندك بداية ومستني امر يخص المادة، مستني امر يخص فرحة، في عندك فرحة وجمع اسرة ولما في بيتك يا مولود برج الحمل. ممكن يكون فرحة شفاء، ممكن يكون فرحة نجاح، ممكن يكون فرحة بحمل، ممكن في فرحة عندك. والبعض جايز يكون كان بعيد من حضن أسرة، في عندك عودة ورجوع لبيتك يا مولود برج الحمل. بعض برج الحمل كان مشتاق لأطفاله، مشتاق لأسرته، جايز يكون بسبب بعد مسافات، بسبب سفر، بسبب مشاكل جايز يكون، أو بعض الأمور اللي يمكن من وراها سبب رحيل أو مشاكل أو ترك للعلاقة. أنا شايفة في جامعة، في لمة في بيتك، في فرح في بيتك بتستعد له يا مولود برج الحمل. شايفه بيتك مستعد للفرح ومستعد للقاء، مستعد للقاء الاحبه. والبعض طبعا زي ما انا قلت مستني حمل، فانا شايفه ان شاء الله ان شاء الله والعلم عند الله في عندك باذن الله فرحه بحمل. واحتمال يكون البعض الحمل عنده بتوأم ولد وبنت، احتمال. شايفه البعض مولود برج الحمل انا قلت في استقبال، في عندك استقبال يا مولود الحمل، في استقبال لناس جايه لك، في فرحه عندك يا مولود برج الحمل. شايفه ان في استقبال لضيوف، في استقبال حاجه انت مستني، في هديه بتتلقاها، في خبر انت فعلا مستنيه اكيد. وشايفه ان في بشرى جاي لك في حاجه، يا اما انت رايح بتهادي حد، الله اعلى واعلم. شايفه البعض عنده يا اما نقله من بيت لبيت، نقله من مكان لمكان، في حاجه بتشتري بيت جديد يا حمل، في انت رايح مكان جديد بتغير مقتنيات، بتغير شقه، بتغير ديكور، بتغير حاجه. شايفه ان في عندك هدايا، في عندك فرحه، في عندك استقبال لفرح في بيتك يا مولود برج الحمل الجميل. وفعلا شايفه البعض منكم بعد الترك وبعد المشاكل اللي حصلت لك يا مولود برج الحمل، ترك ومشاكل واخبار معلقه وتعب اعصاب ومشاكل اهي يا مولود الحمل. شايفه ان عندك جبر، عندك تعويض، عندك نصر من الله.
يعني انا شايفه ان في عندك نصر، في خبر كان معلق عندك، او في عتبه مقلوبه بمشاكل، بتعب، بقلق، بتربيطات، بوضع، جايز يكون طعنات او غدر تعرضت له او حاجه، او ان انت تركت بيتك او تركت مكانك او تركت اسرتك، الله اعلم بسبب فعل او بسبب اشياء الله اعلم. بس في جبر، في نصر، في بدايه عندك لمرحله، لفرحه، لشيء جديد. شايفه ان شاء الله معاك رعايه ان شاء الله. فعندك جبر يا مولود برج الحمل الجميل، في عندك نصر ان شاء الله يا مولود برج الحمل. في نصر وفي بداية. ده أخبار، خبر بالبداية وخبر بالنصر وخبر إن شاء الله بفرحة أنت بتستناها وجبر من الله. نشوف إيه الدنيا. شايفه مولود برج الحمل، بعض في عنده جايز احتمال يكون عندك مشاكل ماديه، والبعض منكم مستني عمل، يعني في ترك او في مشاكل تخص الماده او في مشاكل تخص شراكه او مشروع او حاجه. شايفه ان في يعني بعض منكم شقيان شويه على القرش، تعبان شويه، جايز يكون في مهجر، في مكان بعيد من بيته، بعيد من بلده، بعيد من اهله او وطنه. فانا شايفه في عندك شويه شغل، في شقه، في تعب، في تعب يعني عشان توصل للقرش. شايفاك تعبان وشقيان يا مولود برج الحمل الجميل، شقيان عشان توصل له. البعض طبعا شايفه ان في بعضكم شغال مهندس مثلا ديكور، نحات، حاجه تخص اليد، بيشتغل شغل حرفي او شغل فيه حاجه حرفيه بالايد، عشان كده فيها تعب، فيها شقه. في عندك عودة ورجوع يا مولود. طبعا البعض اللي بيسأل على العودة أو رجوع حبيب أو رجوع لوطن أو رجوع أو لسفر، يعني الورقة دي بتفصل. في عندك فرحة، في هدية، وأنا قلت في استقبال لهدايا، في رجوع حبيب، رجوع شريك، رجوع من سفر. البعض جاي من سفر، جاي على بيته أو جاي على أسرته، في فرحة للمة في بيتك في أسرتك، وفي فرحة باستقبال حضن حبايب إن شاء الله يا مولود برج الحمل الجميل. شايفه خلي بالك يا حمل، في البعض منكم مستني يا اما بيدور على عمل اضافي، يعني شايفه في بعضكم في يا اما في مشاكل ماديه او حاجه وبيدور على عمل اضافي، او البعض في عنده مشكله خاصه بماده، في حد انت اديته فلوس يا مولود برج الحمل والحد ده بيتلاعب عليك، الحد ده مش عايز يسدك، الحد دوت واخد منك فلوس او مقترض منك مبلغ او حاجه وبيتلاعب عليك ومش عايز يديلك فلوسك. او خد بالك يمكن يظهر في حياتك حد يطلب منك مادة، يطلب منك فلوس أو حاجة. خلي بالك إنه شخص متلاعب، شخص يعني هيعمل لك مشاكل من الناحية المادية أو الفلوس اللي هياخدها. بعض المولود برج الحمل شايفة إن واقع عليك عين جامد، عليك عين جامدة. والبعض طبعا بيظهر لما يعني مولود برج الحمل بسبب المشاكل اللي حصل لك، بسبب أسحار في 2 من النساء ما بيخافوش رب العالمين. فشايفة ان هم عاملين لك سحر، وفي واقع عليك عين جامده وقويه على بيتك، على اسرتك، على ماده، على مال، على سفر، على حاجه، واقفين بيتفرجوا عليك يا مولود برج الحمل الجميل. وشايفه فيهم واحده بتبخ كلام، بتبخ سم، بتطلع من بقها كلام يا مولود برج الحمل. عندك جبر، عندك نصر، عندك بدايه موفقه يا مولود برج الحمل الجميل. شايفه ان انت البعض بيدور على سفر، فشايفه في سفر، في خطوه جديده، في نقله عندك، يا اما نقله بترقيه، نقله في عمل جديد، نقله في سفر انت بتستنى، او فعلا بترتب لوضعك في بيت جديد، او فعلا بترتب لمكانه او عندك فيها مكانه اعلى في حاجه، ومعاك طاقه الثور معاك موجوده، معاك طاقه ثور، وطبعا طاقات ترابيه. فانا شايفه يا مولود برج الحمل في استقبال بيت جديد، بتفرش، بتوضى، بتغير حاجات في اساس بيتك، بتشتري عربيه، في نقله جديده، في اخبار حلوه ان شاء الله، وماديا ان شاء الله في اخبار سعيده في المرحله القادمه يا مولود برج الحمل. ودي كانت القرايه بتاعتكم، وانتظروني ان شاء الله قريبا. ما تنسوش لو سمحت اللي بيخش اول مره بعمل سبسكرايب، تدوسوا على زر الجرس لما يظهر علامة الجرس اسود او حاجة ويظهر بين القوسين، وعشان على علامة الكل عشان يوصل لكم كل جديد. انا اسفة للخبطة اللي حصله لي، بقالي فترة طبعا ما طلعتش. ولو سمحتوا ما تنسوش اللايك وترك كومنت عشان اقدر التواصل بيني وبينكم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.